يا هلا يا أصحابي. أنا جدكم حكيم، وجاي النهاردة أحكي لكم حكاية جميلة عن الصبر. يلا نسمع مع بعض. كان يا مكان في بنت صغيرة اسمها ليلى، كانت بتحب الزهور قوي، وفي يوم من الأيام قررت تزرع بذرة زهرة في قصيص صغير. حطت ليلى البذرة في التراب وسقتها بشوية مية، وقالت لنفسها: أكيد بكرة هتكبر وتبقى زهرة جميلة. وتاني يوم الصبح جريت ليلى بسرعة عشان تشوف الزهرة، لكن مفيش حاجة طلعت. زعلت شوية وقالت: ليه مش بتطلع بسرعة؟ أنا عايزاها دلوقتي. ماما ضحكت وقالت لها بحنان: يا ليلى، لازم الصبر، الزهرة محتاجة وقت تكبر. لو صبرتي وسقيتيها كل يوم هتكبر قدامك شوية شوية. ليلى سمعت كلام ماما وقررت تصبر وتسقي البذرة كل يوم، وبعد أسبوع شافت ورقة خضرة صغيرة بتطلع. فرحت جدا وقالت: أنا صبرت وهو الزهرة بدأت تكبر. ومع الأيام بقت الزهرة جميلة أوي بألوانها المفرحة. ساعتها ليلى فهمت إن كل حاجة حلوة في الدنيا بتحتاج صبر وتعب علشان تفرحنا. الصبر زي المية اللي بتسقي الزرعة، لو صبرنا هنشوف الحاجة الحلوة بتكبر قدامنا. لو عجبتكم القصة يا أبطال، اعملوا لايك واشتركوا في القناة. وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.